قال لك واحد فقير كان عنده بقرة، وواحد غني عنده فرس، والاثنين جيران. فالبقرة ولدت عجل، فصاحب الفرس قال لا، العجل ده بتاع ابن الفرس. يا جدع الفرس هتولد عجل؟ قال له ايوه، نروح المحكمة. فراحوا المحكمة، القضية ما بتطلعش لعالي، تمام. واذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. تمام. فالقاضي قال ايوه، العجل ده ابن الفرس. فقال لا، نعمل استئناف. فراحوا الاستئناف، فقاضي الاستئناف قال علم الوراثة بيقول ان عينين العجل دي حمراء زي عينين الفرس، ورجليه يبقى وديله، ابنه فاصبحت هي بنت الفرس. بنت. قال نروح بقى للايه، لل النجح. للنقد. فراحوا لقاضي، قاضي النقد عارف ربنا شوي، قال بكره احكم لكم فيها. فراحوا تاني يوم، فقال يعني اعتذر عن القضاء اليوم. ليه يا قاضي؟ قال لانني حائض ولا يجوز الحائض يحكم. فرد عليه صاحب الفرس قال له يا اخي هو الراجل بيزول الحيض؟ قال يا اخي هي الفرس تولد عجل يا عجل. ذكي.